بعد ما صورة المصطلحات اللي ضربت بعد ثورة 25 يناير من أناركية وماسونية وعلمانية وليبرالية، النهاردة نتكلم عن مصطلح واحد بس. عايزين دولة ليبرالية. يعني ايه ليبرالية يا بردعي؟ بداعي بقول لوالدتي انها تقلع الحجاب. في الأول احنا كنا فاكرين إن الليبرالية يعني أمك الحاجة تكون كده، أمنا. وبعد كده اكتشفنا إن الليبرالية يعني أختك تبقى كده. هل تسمح لأختك أن تمارس الجنس قبل الزواج؟ لو قدام المجتمع وقدام عيلتها وما بتنافقش حد اكيد هسمح بده. أظن بعد ما شفنا الفيديو ده كل واحد دلوقتي بيدور على واحد ليبرالي يروح يصاحبه. نشأة الليبرالية ارتبطت ارتباط وثيق بنشأة مقولة اللي اختشوا ماتوا. البداية كانت سنة 1890 في حمام شعبي من بتوع زمان. الحمام ده حصلت فيه حريقة كبيرة قوي، والناس جوه عريانة بتستحمى. في ناس اتكسفت تخرج عريانة فماتت محروقة، واللي خرجوا عريانين هم دول الليبراليين الموجودين دلوقتي. انا ضد ان الواحد يتجوز على مراته. تمام، ممكن يصاحب على مراته، بس يتجوز على مراته لا. طب ردوا انتوا بقى علينا. هي ولا مش معاها؟ معاها. ليه؟ مفيش حد ما دخلش يتفرج على المواقع الإباحية دي. أنا وأنا صغير دخلت عليها. ومعانا اتصال تليفوني نقول الو. ايوه شيريو. معاك يا فندم. حضرتك كنت عايز ازاي اعمل واحد ليبرالي المقادير، واحد شعره طويل منكوش، عدد 2 حظاظة، بكوين لبان. حضرتك عايزاه ليبرالي مصري ولا؟ ايوه مصري. يبقى حضرتك هتحط البهارات بتاعته 4 معالق سبدين، ولا مش عارف ايه، والطش في الناس واسجن الناس عايز أتكلم واطلع دين الناس. ايه اطلع دين الناس دي يعني؟ معلش. لا لا لا. بيجي حد يضطهدني بطلع دين اللي خلفوه ما بيعرفش. عايزين اول من الكهرباء اطلع فيكم. ايه رايك؟ وحين نام أعضاء الجماعة الإسلامية ومكتب الإرشاد اعتقدوا أنهم تقربوا إلى الله بتطليع الدين اللي خلفه القوى المدنية والقوى الليبرالية مع رشة شتيمة صغيرة. تجربتكم متخلفة بنت 60 كلب. وهرد عليهم بلغتهم بس اللي هي بقى ليها مضامين راقية. أولاد القحبة إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم. الليبرالي متدين بطبعه. بنقول لا للدستور عشان احنا عاوزين الشريعة. حاولنا نجيب أي رد تاني للبرادعي ما لقناش غير الرد المعتاد. يا واد يا مؤمن، يا واد يا مؤمن. ما هو وضع الرقص في الشريعة؟ خلينا نتكلم بصراحة بقى. الرقص ايه وضعه في الشريعة؟ يا حلاوة. أنا بقول إن الإنسان مش الفنان حتى ما يرضاه لنفسه ولولاده ولبناته يرضاه للآخرين. ما ينفعش إن أنا أجي أبوس فنانة أنا كممثل وبعدين أقول أنا مرضاش ده لبنتي. طب بتبوس أنت ليه؟ نستخلص من كده إن الليبرالية يعني حريتك تقف عند بوس الآخرين. انك تقول انك بتأذي لو شفت 2 بيبوسوا بعض في الشارع، ده بالنسبه لي زي بالظبط انك تقول واحد في الشارع برضه انت قميصك لونه وحش قوي بيأذيني روح اقلعه، او انت صوتك وحش قوي وانا سامعك فعايزك تسكت. لا، ده قميصي انا، مش عاجبك ما تبصش عليه، وده صوتي انا مش عاجبك ومش عايز تسمعه روح اقعد بعيد. ودي تصرفاتي انا، فانا اللي احدد هي اخلاقيه ولا لا، وكمان احدد انا اصلا عايز التزم بمسألة الاخلاقية دي او حتى الحلال والحرام ولا مش عايز. دي هي الحرية الشخصية. حقيقي مش عارف لو كان سيدنا عمر شاف عيل زي ده بيقول الكلام ده كان هيبقى ايه رد فعله. سيبك من كم الانحراف والانحلال اللي عند الليبراليين اللي احنا شفناه من شوية. انا شايف ان ثبات العقيدة وفهمهم الصحيح للدين يغفر لهم اي اخطاء. وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. ايه دخل الله بالسياسة؟
ايه دخل الله بالسياسه؟ ما تكلمنيش بقى في الكلام الفاضي بصراحة. هطبق الحدود امتى؟ ده مش ده. وإن كنا نتحدث نحن وبأمانة شديدة عن مدنية الدولة المصرية، فالدولة المدنية لا دين لها. سيدنا محمد هو رمز للاسلام وليس مواطنا مصريا جرى الاعتداء عليه. لا تعليق، ما عنديش حاجة أقولها. لا تعليق. ليه؟ مفيش حاجة أقولها. الليبرالي بيساوي علماني ناقص الخوف من الإفصاح إنه علماني. فإذا وصل حد الخوف إلى صفر، إذا الليبرالي بيساوي علماني. بالرياضيات أهو. السلفي قبل الثورة كان سلفي، والإخواني قبل الثورة كان إخواني. الليبرالي ده قبل الثورة كان إيه؟ ما انتاش